انها خرافة العصر، خرافة العصر. محدش محتاج كل الحاجات اللي احنا عايزين نوصل لها دي، محدش محتاج ان هو يكون عنده كل الحاجات دي وحقق كل الحاجات دي ودايما شاطر مفيش حاجة اسمها كده، انها خرافة والله العظيم خرافة. مش محتاجين نكون في كل ده، يعني جبنا عربية خلاص نهمت بقى، مش لازم، لا انا عايز كل سنتين ابقى معايا عربية اجمد منها، عايز كل سنة ابقى فيه ترقية، عايز اتعلم كل اللغات، عايز اجرب عايز اسافر كل البلاد. في ايه؟ هو في ايه؟ في واقع الامر لو الواحد بص على اللي هو فيه هيلاقي انه حققنا حاجات كتير جدا وعندنا تقريبا كل حاجة احنا محتاجينها والزيادة، يعني وان احنا فعلا شاطرين وانجزنا حاجات حلوة جدا. في ايه؟ وجود السوشيال ميديا معنا بيخلينا دايما ان احنا نبقى متبرمجين على ان احنا نكون، مش هقول جحدين، بس يعني مش مبسوطين بالحاجة، يعني ungrateful، مش عايزين يعني مش عارفين نتبسط بيها، لانه ما اللي احنا شايفينه دايما على السوشيال ميديا حاجات خارقة ومبهرة ورائعة وعبقرية. اجي ابص عندي الاقي الحيطة مقشرة، الاقي الكراسة عادية مش كراسة، مش عارفة ايه، كوباية المية اللي بشرب منها طبعا انا بقول اي امثله، في امثله اعمق من كده بكتير يعني، بس سواء احنا كنا واعيين لده او لا، بس هو ده اللي حاصل، وهو ده اللي مخلينا دايما في حاله من عدم الرضا عن نفسنا اصلا او عن اي حاجه. حتى تستقيم الامور والدنيا تمشي ونبقى بني ادمين تاني، لازم نتعلم ان احنا، يعني مش نتعلم، نشيل اللي حصل في الدماغ ده ونرجعه بالفطره السليمه. اوكي، كون ان احنا اصلا قاعدين وبنتفرج على الفيديو ده، يعني سواء انا بعمل الفيديو ده او حضراتكم بتشوفوا الفيديو ده، معناه ان في حاجات كتير جدا كويسه احنا عارفين نعملها، في حاجات كتير قوي. فواحده واحده نرجع كده لورا، عشان مش هينفع، والله ما هينفع، هنتجن ومش مش هينفع. لانه كمان عارفين الناس اللي بتبقى عندها الصفه دي بيتقال عليها ايه، او التعامل معاهم بيبقى سيء قد ايه. ناس تبقى التعامل معاها مقرف، فهل حضراتكم تحبوا تكونوا من الناس اللي التعامل معاها مقرف؟ I doubt no. عيب، كل واحد مسؤول عن نفسه في ان هو يرجع نفسه بني ادم ونبطل الكلام ده. So your call.